السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء، تجربتي بنفسي. فسيخ العيد وتحدي. أحلى فسيخ وردي، ملبن ناكلوه في العيد إن شاء الله. دي طبعا المية اللي اتبقت من الإيه اللي نازلة من الفسيخ، فاحنا لازم نحافظ على المطبخ بتاعنا، وعلشان طبعا الريحة مش مستحبة، لأن ده سمك يا جماعة، يعني حاجة حية أكيد يعني بتنزل مية. وده طبعا شكل الفسيخ، ما شاء الله، على طعمه وعلى جماله. ده طبعا سمك كبير شوية عن الفيديو اللي فات، أنا كان نفسي أكمل الفيديو اللي فات بالسمك بتاعه، بس مع الأسف الفيديو اتحذف من عندي. فده طبعا سمك تاني مختلف عن عن الفيديو الأولاني. شايفين الجمال؟ ما شاء الله. السمكية طرية وعاملة زي الزبدة. أحلى سمك ناكله في العيد، أو أحلى فسيخ. يا رب أنجح في المشروع بتاعي، مشروع الفسيخ. ده الشكل بتاع السمكية قبل ما نغسلها. كده بقى هنغسلها اهو، علشان طبعا الملح اللي في الخياشيم واللي على السمكة، ما تبقاش السمكة يعني مالحة زيادة عن اللزوم، فلازم نغسلها من من الملح والشطة والبابريكا والكركم، كل الحاجات الحلوة دي. ده بقى الشكل اللي احنا بعد ما غسلناه. ونيجي بقى للحظة الحاسمة. نفتح معانا السمكية ونشوف البطن من جوه عاملة ازاي. ما شاء الله، سمكية زي العسل، واللون كمان. ايه الجمال ده! الله. لكل عشاق الفسيخ، طبعا اكل الفسيخ ده اكل مزاج. في ناس تقولك لا، الرنجة احلى من الفسيخ، وفي ناس تقول طبعا الفسيخ احلى. فكل ده طبعا الاكل اذواق. تعالوا بقى شوفوا الجمال، يا سلام. ادعولي اللي انا انجح في المشروع بتاعي، مشروع الفسيخ، ونجرب مع بعض، وان شاء الله ربنا هو اللي هيوفقنا بإذن الله. شايفين الجمال؟ طبعا بعد ما فتحت على الفسيخ زي ما احنا شايفين، وغسلناه ونشفته كويس من المية، لفيته وحطيته في الفريزر علشان طبعا اللون بتاعه ما يغيرش معايا، لان لسه العيد بعد بكرة ان شاء الله. فاللي محتاج لفسيخ يا جماعة الخير ممكن يكتب لي في التعليقات تحت. ويا رب كده تكونوا قريبين مني، انا ساكنة هنا في الاسماعيلية، واحلى فسيخ ناكله ان شاء الله في العيد. يا سلام على الجمال. شايفين الشكل اهو. واللحم طبعا لونه بامبا او وردي، لكل عشاق الفسيخ. كل سنة وانتم طيبين. كده بقى خلينا الفسيخ، ولا تشيلوا القشر اللي بره ولا تتعبوا خالص. زي ما احنا شايفين الطريقة سهلة وبسيطة، علشان طبعا القشر اللي بره السمكية اللي هو على الجلد كده بيطرطش في كل ناحية في المطبخ، فبيبهدل كل حاجة. فالطريقة دي سهلة وبسيطة وكمان سريعة، على أساس اللي احنا منبهدلش هدومنا ونبهدل المطبخ
ونكون طبعا لابسين لبس العيد، فكل حاجة هتبوظ في المطبخ. نسيب القشر اللي بره زي ما هو، هنقطع بس الزعانف والدماغ، وبعد كده بنمسك المقص ونفتح من ناحية البطن. يا سلام على الجمال. ننضف البطن كويس ونشيل كل اللي فيها، وادي السمكاية بلون الورد. ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل العيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، وادعولي كده اللي ربنا يوفقني في مشروعي مع الفسيخ. واللي عايز يا جماعة فسيخ يدوقوا، مفيش أي مشاكل، على أساس اللي انتوا تجربوا الفسيخ اللي أنا عاملاه. ما شاء الله، حاجة كده جميلة، عاملينه في البيت نظيف، وغسلناه كويس، وملحناه كمان، وحطينا عليه بابريكا، وحطينا عليه كركم وزيت وملح، كل الكلام الجميل ده، وكمان شطة، ما ننساش الشطة. الناس بتقول السمك هيبقى شطة، أبدا ما فيش شطة أساسا. شايفين الطريقة؟ بنخلي السمكاية ونخليها زي الفل. يبقى احنا ليه بقى نقعد نقشر القشر اللي بره ده، ويطير بقى مننا هنا في المطبخ، ويبهدل هدومنا ويبهدل كل حاجة. فالطريقة دي جميلة جدا. لو وصلت لحد هنا يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة، ويا رب كده ربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. وادعولي كده ربنا يوفقني في مشروع جديد مع الفسيخ. وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير، اللهم أمين يا رب العالمين، ونشوفكم على خير.